اشرب اكل اي حاجه الاقي المطبخ كده. احنا بقالنا اسبوع بس متجوزين، كل المواعين مفيش حاجه نظيفه خالص، لدرجه ان هي كمان حاطه المواعين المطبخ من جوه اللي تحت الحوض اللي بيتحط فيه مثلا حاجات الصابون والكلام ده كله، هي بقى حاطه فيه مواعين مش نظيفه مدرياهم عشان يبقى منظر المطبخ معقول شويه، لان الحوض مليان معقول كده. فطبعا يومها انا ذهلت طبعا صراحه. فبصيت السلام عليكم، انا دلوقتي رايحه لتيتا هشوفها النهارده عندها ايه من الحكايات. الله، السلام عليكم يا تيتا. عليكم السلام يا حبيبتي، انت خارجه ولا ايه؟ ايوه حبيبتي خارجه. طب رايحه فين يا تيتا؟ ابدا، هقولك ايه، بس انت عارفه جارنا اللي جنبينا العريس الجديد؟ ايوه طبعا عارفاه، ما انا شفت فرحه اهو. ده اللي شوفي متجوز بقاله قد ايه، بقاله شهر. ده مراته غضبت وغضبها، فانا رايحه عشان احاول اصالحهم على بعض. هما لحقوا يا تيتا؟ ده شهر واحد، ده حتى بيسموه شهر العسل. ما هو بقى يا حبيبتي، هما اول اسبوع في الجواز كانت حصلت ما بينهم مشكله، وجت تحكم ما بينه وما بينه. فرحت دخلت شقتهم، فقال لي يرضيكي كده، يرضيك ان هي تسيب لي كل المطبخ بهذا الشكل؟ اخش المطبخ عشان اجيب اي حاجه اشرب اكل اي حاجه الاقي المطبخ كده؟ احنا بقالنا اسبوع بس متجوزين، كل المواعين مفيش حاجه نظيفه خالص، لدرجه ان هي كمان حاطه المواعين المطبخ من جوه اللي تحت الحوض اللي بيتحط فيه مثلا حاجات الصابون والكلام ده كله، هي بقى حاطه فيه مواعين مش نظيفه مدرياهم عشان يبقى منظر المطبخ معقول شويه، لان الحوض مليان معقول كده. فطبعا يومها انا ذهلت طبعا صراحه. فبصيت لقيتها بتقول لي انا عروسه جديده وعاوزني يعني افضل ابهدل في نفسي، مش لسه الناس بتيجي تزورنا؟ قلت لها خلاص يا حبيبتي، اقول لك هاتي كل مواعينكم دي وانا اغسلها لكم في غساله الاطباق، انا عندي غساله اطباق مفيش مشكله خالص. وانت معلش يا سيدي تعال على نفسك شويه عشان بيجيلكوا ضيوف كتير، هات ب100 جنيه حتى، ما تجيبش بمبلغ كبير، اطباق فل واستعملوها دلوقتي. وحاولت احل المشكله سلميا كده، وقلت خلاص هي عروسه حبه كده بتدلع حبه كده وخلاص. انما الامر لا، بقى غير كده خالص، بقاله شهر وهو نفس الموضوع، نفس المشكله، المطبخ زي الزفت، الاوضه زي الزفت. الله، طب وهي بتعمل ايه طول النهار؟ هو نزل شغله، طب هي بتعمل ايه؟ الهانم بتحب تقعد على السوشيال ميديا وعلى الحاجات الكتيرة، وده ياخد منها وقت وده ياخد منها وقت، وياريت حتى بتتفرج عليهم عشان تتعلم منها حاجة. لا، دي بتاخد منه السيء. المفروض البني آدم دايما في حياته يعمل ايه؟ يلاقي مثلا زيد من الناس في حاجة حلوة يقوم ياخد منه الحاجة الحلوة مثلا، وفلان من الناس في حاجة كمان جميلة ياخد منه الحاجة الحلوة، وعشان يبقى بيتعلم من الناس. الحاجة الوحشة يبعد عنها، مش لازم يعني ينهر اللي قدامه يقول له انت بتعمل كذا، انت شخص مش كويس او كلام من ده. لا، كل انسان في الحتة الحلوة والحتة الوحشة. فلا، هي بتقعد على السوشيال ميديا عشان تتعلم منه حاجات، مكياجات، تشتري فساتين، على الرغم ان هي لسه عروسة جديدة لكن عاملة له اوردر واثنين وثلاثة، فطبعا هو هيجيب لها منين؟ مشاكل كتير كده، حاجات غريبة على مجتمعنا، غريبة علينا، غريبة على الست المصرية، غريبة على حاجة غريبة جدا. يعني احنا مش كده، احنا مش كده. فطبعا هو في الاخر زهق وقال لها لا روحي لامك. فانا هروح بقى عشان احاول اصلح ما بينهم. وانا طبعا مش هلوم البنت اكتر ما اني انا هلوم الام اللي قبل ما تجوز بنتها وتفرح بيها وتقول لك انا هجوزها عشان افرح بيها، قبل ما تجوزيها وتفرحي بيها علميها يعني ايه زواج، علميها يعني ايه احترام زوج واحترام بيت، علميها يعني ايه ان الزوج يجي يلاقي لقمته جاهزه، ويجي يلاقي فرشته نظيفه، ويجي يلاقي بيته نظيف، ويلاقي فيه ابتسامة على وجه الزوجة، وهو كمان يخش بابتسامة، تقوم الدنيا تبقى كويسة. حتى لما بنقابل أي ظروف مش كويسة في حياتنا، ابتسامتنا لبعض بتشيل عننا هموم كتير. ما ينفعش إن بني آدم يلاقي هموم بره ويجي كمان يلاقي هموم جوه. فطبعا هتعملي لها إيه؟ دي شخصية صعبة جدا، شخصية صعبة، وتربيتها صعبة، لأن هي دي إنسانة أنانية. يعني مفيش حاجة خالص، بس أنا طبعا مش هروح أقول لها أنت إنسانة أنانية، أنا بعلمك أنت إن ده شخص مش كويس. ولكن أنا هلوم أمها، ليه ما تعلمهاش قبل ما تجوزها؟ تعلمها الأصول إيه والصح إيه والغلط إيه. وبدل ما بتتفرج على السوشيال ميديا في حاجات ما لهاش لازمة، تتفرج على أكلة كويسة جديدة تعملها لجوزها تفاجئ بيها، على أسلوب كويس في التعامل، على نصيحة كويسة، تسمع شيء عن الدين فتعرفه له لو كان مش عارفه، أو تناقشوا فيه بحيث يبقى ما بينهم حوار جيد وكويس، بدل ما هي ما تقعد تتفرج على حاجات ملهاش أي داعي، وبعدين ياخد منها كل الوقت ده
يعني أبسط الأمور إن شغله على الأقل هياخد منه 8 ساعات، ده أبسط شغل يعني هياخد منه 8 ساعات، ال8 ساعات كلها هي بتعمل كده. طب ويا ترى بقى هي الصبح، أنا ده نسيت أسأله، بتفطره ولا لأ، وبتشوف طلباته ولا لأ؟ الزوجة حتى لو عايزة تنام تقوم تفطر جوزها وتطمن عليه إنه نزل، وتودعه بابتسامة وتقول له بألف سلامة يا حبيبي، ترجع لنا بالسلامة، ربنا يديك الصحة والعافية، ودعوتين حلوين، وهي كمان تكون صلت وكده، وبعدين عايزة تريح شوية تريح شوية، وبعدين تقوم تشوف بيتها. لكن ما ينفعش خالص خالص إن هو كل حاجة تعمل اللي هي عايزاه وبس، والشخص التاني ده كأن لا وجود له. هل ينفع مثلا إنه يجي ما يلاقيش هدوم نظيفة عشان يلبسها؟ هل ينفع إن هو يخش البيت يلاقيه كله مدربك؟ ما ينفعش كده خالص، ما ينفعش. فأنا بالأمانة أنا رايحة بقول له أنا هروح عشان أصالحه على بعض، وهي هتتغير إن شاء الله وتبقى كويسة وكلمتين كده عشان أواسيه بيهم، لكن أنا رايحة عشان أخانق أمها أصلا، عشان هي السبب اللي معرفتهاش يعني إيه زوج ويعني إيه بيت. ويا ترى بقى الأم دي أصلا اللي ربت البنت دي بالشكل ده، هل هي بتتعامل مع جوزها ازاي؟ ده برضو اللي انا هروح واشوفه، عشان فاقد الشيء لا يعطيه. فانا مش عارفة يا حبيبتي، هو مشكلة صعبة، انا رايحة اشوفها وان شاء الله ربنا يقدرني واحلها. معلش يا حبيبتي تعبتك معايا، سلام بقى.